السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك سعيد. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم طريقة تحضير ورقة البسطيلة في المنزل. هذه ورقة البسطيلة غنحضروها فوق البخار. لتحضير ورقة البسطيلة في المنزل غنحتاجو المقادير التالية. غنحتاجو زلافة أو جبانية ديال الطحين دقيق ممتاز، وغنحتاجو جبانية ديال الماء، ونحتاج كذلك 2 معالق ديال النشا والقليل من الملح. وكطريقة التحضير، اولا غنبداو بتخليط العناصر، نستعملوا لهذا الغرض غنستعملوا المولينكس او الميكسور. غنوضعوا الطحين ثم نوضعوا مباشرة فوق الماء، ملاعق او معالق الاحرى ديال النشا، قبيصه ديال الملح. من بعد ما حضرنا العجين ديالنا ووضعناه في اناء، نمروا دابا لطريقه التحضير. واللي غيحتاجو كادوات باش نحضروا هاد الورقه ديال البسطيله، كما تشاهدوا معنا نحتاجو واحد القطعه ديال البونج تكون نقيه جديده بهذا الشكل، ونحتاجو كذلك هاد الشيته ديال الحسانه. ما تستغربوش، ولكن راه هي اللي كنستعملوا. غناخذوا شيته تكون جديده وغنغسلوها، وغنحتاجو كذلك واحد الكسرونه ونديرو فوق فيها الماء ونخلوه يغلي، وغنديرو فوق منها مقله من الطيفان اللي عليها غادي نطيبو ان شاء الله، ونحضروا الورقه ديالنا. يعني غنخليو واحد المده بين ما يغلى الماء ديالنا باش المقله ديالنا تسخن، وبعدها غنمروا طريقه التحضير. كما قلنا لكم غنوريكم الطرق جوج طرق. يعني الطريقه الاولى باستعمال البونجا، والطريقه الثانيه باستعمال الشيته ديال الحسانه. بعد ما وضعنا المقله ديالنا فوق كسرونه اللي فيها الماء وغلى الماء مزيان، سنلاحظوا بان المقله ديالنا يعني سخنات، يعني وصلت واحد الدرجه ديال السخونيه مناسبه. غنبداو دابا طريقه تحضير ورقه باستعمال الشيته ديال الحسانه. كما تلاحظوا كنبداو في الاول يعني برسم دائره يعني خارجيه، يعني المنطقه الخارجيه هي الاولى، باش نمروا المنطقه الوسطى. كما تلاحظوا معنا يعني فيما تيبان لنا شي مكان باقي ما واصلاش عجينه كنحاولوا نملؤوه، علما ان يعني خص السمك يكون ديال العجينه يكون رقيق بزاف، ما تكونش غليظه ثاني بزاف. نخلوها فوق النار يعني تقريبا واحد 30 ثانيه. كما تلاحظوا شويه، ويعني ما نزربوش انها تقدر تقطع لنا في اي لحظه. من بعد كنوضعوها يعني في واحد الصحن ولا في الصينيه، تندهنوها بالقليل من الزيت يعني باش ما تنشفش وما تقطعش لينا. غنقول لكم يعني مره ثانيه دائما باستعمال يعني الشيته ديال الحسانه. هذه هي الطريقه. هي طريقه كتختلف بطبيعه الحال على الطريقه اللي كيستعملوها يعني صانعي ورقه البسطيله. هذه جد سهله. كنتمنى انكم تجربوها نتوما في المنازل ديالكم، وراها ماشي صعيبه بزاف. يعني غير المره الاولى، المره الثانيه ان شاء الله غتنجح لكم. وما نخبيوش عليكم، راه هذه المره الثانيه ان حنا باش درناها، يعني غير باش تعرفوا بانها راه ماشي صعيبه بزاف كاع. في الاول كتكون كتقطع وهذا، ولكن مجرد ان الانسان كيكتسب تجربه وتيولي يعرف يعني ضبط درجه الحراره كتنجح معاه.
بعد ما لاحظتوا معنا الطريقه الاولى لتحضير ورقه البستيله باستعمال يعني الشيته ديال الحسانه، غنوريكم دابا طريقه تحضير ورقه البستيله باستعمال قطعه ديال الاسفنج او البونج كما تنسميوه. تابعوا معنا. يعني الطريقه راه هي نفسها اللي استعملنا في المره الاولى، دابا اللي تيختلف هو الاداه. على حسب النساء كل مرة اش كتفضل، كاين اللي كتفضل يعني استعمال البونجا، كاين اللي كتفضل استعمال يعني الشيته ديال الحسانه. دائما نفس الطريقه تنبداو بالمنطقه الخارجيه، يعني كنرسموا دائره خارجيه ومن بعدها تنبداو بملء المنطقه الوسطى حتى كنكملوا ملء جميع الفراغات اللي بغينا يعني. دائما تندهنوا الورقه ديالنا بالزيت. تنتمنى ان هذه الحلقه تكون راقتكم ونالت يعني الرضا ديالكم. كما لاحظتوا اليوم قدمنا لكم طريقه تحضير ورقه البسطيله يعني في المنزل وعلى البخار، والحمد لله كانت نتيجه يعني جد ممتازه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا من هذا الفيديو وتجربوها بدوركم وترضيوا العائله ديالكم والولاد ديالكم. وكما العاده تنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وما تنسوناش بالاسئله ديالكم والتعليقات كنتمنى انكم لا عجبكم الفيديو تقيموه وتضغطوا على زر لايك، واللي ما مسجلش مرحبا به على القناه ديالنا. ومره اخرى عواشر مباركه ورمضان مبارك سعيد، وبسلام عليكم الساعه، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.